بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه عن حاجه مهمه جدا، ويمكن يا جماعه اتكلمنا فيها في اغلب فيديوهاتنا وقلنا ده ما فيهاش استهتار لان ده عليها روح بني ادم، يعني حاجه بسيطه او جزئيه بسيطه لكن اهميتها بتكون كبيره جدا، وزي ما قلت لان عليها روح انسان، ولازم ان احنا باستمرار ناخد بالنا منها، ولازم باستمرار ان احنا نكشف عليها عشان دي ممكن تضرنا ضرر كبير جدا. نفس ما هنشوفه مع بعض او هنشرح مع بعض ونقول ايه الاضرار اللي ممكن نضر بيها بسبب حاجه بسيطه اللي هي المفروض اللي يتم الكشف عليها باستمراريه. نبص هنا مع بعض يا جماعه من اغرب الموتوسيكلات اللي جات لي، زي ما احنا شايفين اسطوانه الفرامل متاكله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الاسطوانه بيكون سمكها عالي لحد بالمسافه دي كده بالظبط، زي ما شايفين ان الاسطوانه اتاكلت، وبستن الفرامل طلع حك في الجزئيه دي، قطع الاسطوانه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا ده بسبب التيل، لان ما بيغيرش التيل او ما بيكشفش على التيل باستمرار، وده طبعا بيؤدي لتآكل التيل، وبعد كده الجزئيه دي بيمشي عليها جزئيه الحديد اللي بتكون متواجده في التيل. مع الوقت بيحصل عمليه تآكل في الجزئين. لما بيحصل عمليه تآكل الحديد بياكل في بعضه وبيقطع الاسطوانه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هو كده مفيش فرامل نهائي، زائد زي ما قلت لان الكباس البستن بتاع الفرامل طلع حك في جزئيه الاسطوانه، قطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب الفيديو النهارده يا جماعه ليكم ده توعيه ليكم، بحيث ان انت تاخد بالك من موضوع التيل، عشان لا قدر الله ممكن وانت بتجري يحصل عمليه قطع جزئيه الاسطوانه، وبالتالي ما تلاقيش فرامل فجاه، وربنا يسترها طبعا علينا وعليكم. يا ريت اللي احنا نخلي بالنا من حاجه زي دي، كشف على التيل باستمرار يا جماعه. نبص هنا يا جماعه جزئيه الاسطوانه. تعال نبص هنا في جزئيه الاسطوانه. طبعا زي احنا شايفين الجزئيه يا جماعه هنا الحجم او السمك قد ايه، عكس تماما الثانيه مقطوعه من الجزئيه دي كده بالظبط، فاصبح الجزء ده كله مش متواجد في الاسطوانه، مش متواجد في الموتوسيكل، فبالتالي ده ممكن تضرني ضرر كبير جدا احنا غنى عنه. يا ريت ان احنا نخلي بالنا من الحاجات البسيطه اللي انا اتكلمت عليها دي. هي حاجه بسيطه جدا، هي عمليه كشف على التيل. اقدر احافظ على جزئيه الفرامل، لان دي فرامل يا جماعه مفيش استهتار بيها، عشان ربنا يسترها علينا وعليكم. مفيش اي استهتار بعمليه الفرامل، المفروض على طول كشف على تيال الفرامل خلفي وامامي بالاسطوانات علشان حتى نضمن سلامتنا. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، والفيديو توعيه، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.